عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب جريد 4، اهلا بيكم. دي مراجعة الفاينل ريفيجن بتاعتنا. كل حاجة هنراجعها نعرف بس كلمتين او 3 يوضحوا لنا الاجابة ويركزوا معايا جدا علشان نلحق نراجع بسرعة. طيب هنا احنا بنبدأ بأول حاجة خالص، عندنا definition of adaptation. ده مهم جدا. ليه؟ لأنه ممكن يجي في scientific term. هيقول لنا ايه؟ character help living organisms to survive and reproduce. يبقى دي مين؟ دي الادابتيشن. خلاص، حاجة بتساعد living organism، الكائن الحي، على انه يقدر يعيش وكمان يعمل reproduce. اوكي؟ طيب تمام. ايه كمان معانا؟ تاني حاجة معانا في الدرس ده هو هو البينجوين. البينجوين ده طائر، علشان كده جسمه بيتغطى بفيذر، ريش. تمام. طيب وبعدين بيعيش في البولر ريجن او البولر كلايمت، علشان كده الجو عنده تلج جدا. فيجي نبص في الصورة دي يقول لنا الانسان ما يعرفش يمشي كده خلاص، لكن البينجوين اصلا عايش في بيمشي على التلج. طيب ربنا عمل له ايه في جسمه يخليه يقدر يعمل ادابتيشن؟ يلا بينا. اول حاجة، جسمه بيتغطى covered with dense feather and thick layer of fat. نخلي بالنا ان الفيزر بتاعته dense والlayer of fat بتاعته thick، كبيرة. علشان ايه؟ علشان يتدفى. طيب اهم حاجة بقى عندنا في البينجوين بالذات هي رجليه. طيب هيجي في اي حاجة، هيجي في الجاف ريزن هيسألني اي سؤال، هو ازاي البينجوين بيقدر يعيش في السنو ده؟ ازاي مع انه مش لابس جزمة، مش لابس شراب، ما عندوش فيزر اصلا في رجليه؟ طيب هنقول بقى سبحان الله، ربنا عمل ايه؟ ربنا خلق له البلاد فيزلز بتاعته بتعمل حاجة مهمة جدا. رقم 1 واهم حاجة نخلي بالنا منها، انه عنده 2 types من البلاد فيزل. بلاد فيزل خلاص شايلة الكولد بلاد، تمام، وبلاد فيزل شايلة الورم بلاد. اللي شايلة الكولد بلاد بتطلع لفوق up، انما اللي شايله الورم بلاد بتنزل لتحت داون، ودي بتيجي في اسئله على طول. تمام. واللي بياخد باله من الصور وبيحفظ اكتر في الصور هنلاقي ان الكولد بلاد طالع لفوق في الجسم خلاص علشان يبدا يتدفى، والورم بلاد بينزل لتحت. طب وهو نازل لتحت بيعملوا هما الاتنين بيلفوا حوالين بعض كانهم بيحضنوا بعض علشان يتدفوا. تمام. يعني ايه؟ يعني يلا بينا لتاني سؤال ممكن يجي في رجل البنجوين. اول سؤال كان انه الكولد بلاد بيطلع لفوق بيمشي اب، اما الورم بلاد بينزل لتحت داون. ايه كمان؟ تاني حاجة انه البلاد فيزلز بتاعته اللي هي الكولد والورم الاتنين بيعملوا wave around each other، بيلفوا حوالين بعض علشان يدفوا بعض. تمام. طيب يلا بينا على اللي بعده. definition بتاع الكاموفلاج مهم جدا 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 معانا. كاموفلاج هي way of adaptation that some animal use، بيستخدمها علشان عشان يعمل hide. يبقى انا وانا ببص للديفينيشن لو جالي scientific term وقال لي hide from their predators، يبقى انا بتكلم عن الكاموفلاج. عندي predators، عندي prey. predator يعني حد بيصطاد، انما البري اللي هو الفريسه. تمام. والبريدتور اللي هو المفترس، الحيوان المفترس. فنحفظها على طول علشان هتكمل معانا برضو نفس الديفينيشن السنه الجايه ان شاء الله في جريد 5. البريدتور هي animal hunt اللي بتصطاد، انما البري hunted، هي الانيمالز is haunted يعني تم اصطياده. او عايزين نفتكرها بالصور دايما ناخد بالنا ان ده البولر بير اصطاد السمكه، يبقى البولر بير هو البريدتورز والفش هي البراي. تمام. طيب عندنا 3 الوان من البير. خلاص 3 الوان من البير. في منه اللون الابيض اسمه بولر بير لانه عايش في السنو، وفي عندنا براون اند بلاك بير. وده البراون لونه براون، والبلاك اهو شكله غامق جدا، او من الاخر اسمهم دارك عندهم دارك فير. تمام. طيب حلو قوي. بيقول لنا ان البولر بير هو لونه ابيض ليه؟ اول حاجة هو عنده وايت فير علشان يعمل كاموفلاج، او نحفظها كده زي ما هي بتتقال، بيعمل يعمل بلند. بلند يعني يختفي او يبقى شكل السنو بالظبط. بلند with snow، ممكن نحفظها دي على طول، او نقول to camouflage in snow.
طيب اما الثيك، لو قال لي ثيك فر بس، ثيك سميك ليه؟ كأنه لابس بلطو او لابس جاكيت علشان الجو برد عنده، يبقى هنا ثيك علشان ايه؟ علشان يبقى warm، دايما يبقى دافي stay warm. طيب اما بالنسبة للدارك فلونهم غامق كده ليه؟ علشان يستخبى فين؟ وسط الشجر، شايفين كده؟ يعني حتى هنا لونه ايه؟ لونه قريب من لون الشجرة بالظبط، فيقدر يستخبى. تمام. to hide among trees، to hide among trees. اوكي. طيب تمام. عندنا الكاركل والفينيك فوكس، وبيقول لنا الكاركل والفينيك فوكس دول بيعيشوا في الديزرت، وبعد كده علشان هم بيعيشوا في الديزرت فالفر بتاعهم نفس لون الايه؟ نفس لون الديزرت بالظبط، نفس لون الرمله، لونه اصفر، فبيتقال ساندي كولر فر او تانت كولر فر. ونخلي بالنا تانت كولر فر دي عند الاتنين دول بس، مش عند حد تاني علشان ما يلخبطناش. طيب لو جه وقال لي ليزرد، ليزرد ليه ربنا خلق لها colorful scales؟ علشان ايه؟ علشان تعمل برضو نفس الكلام، يعني نقول blend خلاص وتبقى عارف هي عايشة فين، يا اما نقول hide among its environment، hide among its environment عشان تستخبى في البيئة اللي هي عايشة فيها. تاني درس معانا يا حبايبي كان بيكلمنا عن انواع الادابتيشن. في نوعين من الادابتيشن، واحد اسمه structural adaptation والتاني اسمه behavioral adaptation. الديفينيشن بتاعهم مهم. structural adaptation ده علشان نقدر نميز، لانه هيجي يسألنا كتير هل ده structural adaptation هل ده behavioral adaptation، فابقى عارف اي تغير في البادي structure في جسمنا، ودانه طويلة، رجليه طويلة، ودانه قصيرة، لونه كذا، كل ده ايه؟ كل ده structural adaptation، change in body structure. تمام. زي ما نقول مثلا البينجوين فيتس عنده بلود فيزلز، البلود فيزلز دي هو اللي عملها على نفسه ولا ربنا خلقها له؟ ربنا خلقها له، علشان كده هي structural adaptation. الثكفر ربنا عمله له علشان يفضل متدفي. اما البيهيفيرال دي حاجه هو بيعملها. خلاص. زي ايه؟ زي انه اهي تشينج في البيهيفير، بيهيفير يعني السلوك او الاسلوب. يعني مثلا بيقول لنا انه الديزرت ليزرد بتدور على شيدد اريا علشان تستخبى من الشمس، تدور على مكان ظل. او احنا في الصيف بنلبس ايه؟ بنلبس لايت كلوز. تمام. طيب migration of some animals تعتبر من الايه؟ من behavioral adaptation. طيب هناخد بقى الايه؟ الاركتيك فوكس والفينيك فوكس. الفرق ما بينهم مهم جدا لانه هيسألنا عليه وبتيجي دايما في الاسئله. ايه اللي بيجي بقى عندنا في المنطقه دي؟ اول حاجه خالص انه الفينيك فوكس ده ودانه طويله ونخلي بالنا منها، اما الاركتيك فوكس فهو ودانه قصيره. في الفينيك فوكس ودانه طويله علشان يبقى كول، علشان ايه؟ علشان يبرد جسمه. انما في الاركتيك فوكس اللي هو عايش في التلج اصلا محتاج يدفى، يبقى ودانه طويله عشان يستي وورم. تمام. طيب الراجل ده اللي هو الفينيك فوكس ماله؟ الفر بتاعه لونه ساندي كولر. تفتكري ليه ساندي؟ ساندي يعني لون الرملة، علشان يستخبى يبقى هايد. اهي هايد او blend in their environment، فين؟ في البيئة بتاعتهم. انما مين بقى؟ انما بتاع التندر ده ليه شغل، خليه دلوقتي على جنب. هتكلم في البيهيفير. البيهيفير بتاع الاتنين واحد. خلاص. هما الاتنين بيعيشوا في بارو. خلاص. هما الاتنين بيعيشوا في بارو، وهما الاتنين بياكلوا كل الكايند اوف فودز. تمام. لكن الحاجة الزيادة هنا عند الاركتيك فوكس انه بيعمل، عند الفينيك فوكس انه بيعمل pants like dog. pants like dog. ليه بقى؟ ليه بيعمل pants like dog؟ يعني يلهث زي الكلب كده بالظبط، بيطلع لسانه ويقعد ياخد نفس كتير علشان يعمل cooling its body. تمام. عشان يبرد ايه؟ جسمه. اوكي. طيب في فرق برضو ما بين البارو بتاع الايه؟ الفينيك فوكس والبارو بتاع الاركتيك فوكس. البارو بتاع الفينيك فوكس هنا علشان يفضل ايه؟ يبرد نفسه، لانه الصحراء يا شباب حر جدا، فطبيعي انه اي حاجة ربنا بيعملها له خاصة بيه علشان يبقى ايه؟ يبقى جسمه بارد. طيب تمام. اما الايه؟ اما الاركتيك فوكس فالبارو بتاعه علشان يدفيه. تمام. حلو جدا. طيب بالنسبة بقى لإيه؟ للفر بتاع الاركتيك فوكس، غريب جدا سبحان الله. في الشتاء والدنيا سنو بيتحول الفر بتاعه للون الابيض،
وبعدين لما الصيف بيجي والشجر بيطلع بيتحول للون الايه، للون البراون او للون الدارك. كل دي حاجات من الادابتيشن، structure adaptation اللي ربنا خلقها علشان يقدروا يعملوا blend مع الانفايرومنت اللي هم عايشين فيها. نبص على البول شارك يا شباب، هنلاقي انه ده نوع الشارك الوحيد اللي بيعيش في الفريش اند سولت ووتر. تمام. طيب حلو قوي. وكمان عايزين نعرف اي نوع من انواع الادابتيشن بتاعه. هنعرف ان هو بياكل كل التايبس اوف فود لانه بيتنقل من هنا لهنا، فلو هو بياكل نوع واحد كان ممكن يموت او حاجه، لكن عشان كده ربنا خلاه يقدر ياكل اي حاجه. بعد كده رقم 2 هانت داي اند نايت، ودي من الايه، من البيهيفير ادابتيشن بتاعت البول شارك، ودي برضو مهمه بالنسبه لنا. تمام يا شباب. طيب هنتكلم بقى عن الايه، عن الكاميليون. خلاص، الكاميليون دي نوع من انواع الليزرد. خلاص. طيب ونوع من انواع الريبتايلز، لازم ابقى عارف الاثنين. هي كاميليون ليزرد، هي اسمها كده، فهي نوع من انواع الريبتايل. علشان هيجي في سؤال يقول لي ايه، panther chameleon lizard is from، فتقول له ريبتايل، ودي بتيجي في الاسئله يا شباب. تمام. جسمها بيتغطى بايه، covered with scales. السكيلز بتاعتها ملونه. ليه ملونه؟ ليه colored scales؟ علشان تعمل ايه، camouflage، او تعمل ايه، hide among ايه، among green leaves او among its environment. نحدد نثبت جمله واحده علشان ايه، علشان ما نتلخبطش. طيب لو قال لنا V shape feet للكاميليون، ده انهي نوع من انواع الادابتيشن؟ هنقوله ده الستراكشر ادابتيشن بتاع الكاميليون. طيب وايه كمان في الكاميليون؟ يبقى انا هبدا كده من رقم 1. الكاميليون دي عايشه في الغابه، في الرين فورست. تمام. طيب اي رين فورست عندها ميه كتير، فبيبقى عندها ازهار وملونه وجميله، فعشان كده ربنا خلى ايه، خلى الكاميليون دي بتتلون كويس قوي وكتير جدا علشان تستخبى وسط الشجر. اوكي. فعلشان كده ربنا خلق لها ايه، colorful scales. رقم 2، ربنا خلق لها الفي شيب feet والهاند لايك تيلز، رجليها بالظبط كان عندها ديلها كان عنده صوابع. ليه كل ده؟ علشان تمسك كويس قوي بالبرانشز عشان ما تقعش، لانها عايشه وسط الشجر. يبقى هنقول ايه، hold tightly، to hold tightly branches of trees، to hold tightly branches of trees. تمام. بعد كده بنتكلم عن الاي بتاعتها. يقول لك انه الكاميليون دي فظيعه رهيبه، عين بتبص تدور بيها على الاكل، والعين التانية بتشوف هل في enemies ولا لا. one eye can search for food and another can look for danger. تمام. اما هيجي يسالني عن البيهيفيرال ادابتيشن ازاي، هيسالني على نوع من انواع الادابتيشن ويقول لي ده behavioral ولا structure adaptation. فانا هبص الاقيه بيقول لي انه الكاميليون بتعمل puff up its body with air، تنفخ جسمها بالهواء. وبعدين تاني خطوه open mouth، بتفتح بقها قوي قوي قوي، فالانمي اللي قدامها يخاف. اول ما يتربك كده تروح هوب مغيره اللون بتاعها، change the color of its scales، وتستخبى. دي كاميليون دي شطوره قوي، بتعرف تتصرف. تمام. ماشي. طيب يا شباب، الدرس ده اللي هنبدأ فيه دلوقتي مهم جدا، بيكلمني عن البلانت ادابتيشن. بيقول لي ان احنا عندنا نوعين من انواع الفورست اسمهم، واحده اسمها سافانا والتانية اسمها ايه، والتانية اسمها امازون رين فورست. اوكي. ففي السافانا ما عندهمش مطر، المكان هناك دروت، عندهم دروت. يعني ايه دروت؟ يعني جفاف، المطر بينزل في اوقات معينه. فعلشان كده بيقول لنا انه ايه اللي بيحصل. رقم 1، السافانا دي منطقة فيها drought. اوكي. extreme lack of water، ولذلك ايه في dry season. فكل الشجر اللي بيطلع عندها بيكون قصنون خالص علشان ما فيش ميه. اوكي. فبيكون grass، منطقة فيها grasses كتيرة. فيعني ايه الشجر الصغنون اللي احنا شايفينه ده، المنطقة دي كلها كلها grassland. اوكي، مرعى يعني. طيب وبعدين الشجرة الوحيدة الطويلة فيهم اسمها الاكاجيا تري، ودي بقى هنتعرف عليها اكتر. اوكي. بعد كده بيقول لنا انه الامازون رين فورست دي منطقة عمال المطر ينزل فيها على طول لحد الدنيا ما بقت صعبة خالص، وعشان كده الشجر ده شرب كتير قوي فطول كتير قوي. فيلا بينا نشوف في الامازون رين فورست الدنيا بتبقى عاملة ازاي. بيقول لنا
هنا easy to find water، سهل قوي ان انت تلاقي الايه الووتر، وكمان المنطقه دي فيها الهواء شديد قوي قوي قوي. فهنتكلم عن شجره كبيره اسمها الكابوك تري، دي باك تري طويله جدا جدا جدا، وبيقول لنا انه المنطقه دي الشمس مش بتعرف تعدي من الشجر الطويل ده خالص. طيب اهم ما هناخد النهارده في الاكاجيا تري هي الاستراكشر ادابتيشن. لازم ابقى عارف ان انا الروت ليه شكل، الترانك شكله معين، والليفز ليها شكل معين، وبالنسبه للبيهيفيرال ادابتيشن مهمين جدا برضو. طب بسرعه كده كل واحده ليها معلومه. الاكاجيا تري لازم نعرف اول حاجه هي امبريلا شيبد تري، عايشه في منطقه السافانا. الروتس بتاعتها تاب روت. يعني ايه تاب روت؟ يعني في هير ايه، في هير لايك ستراكشرز كتير، يعني زوائد في الايه في الجذور. والهير لايك ستراكشر دي موجوده ليه وطويله قوي كده ليه، وبتوصل لتحت الارض 35 متر تحت الارض. علشان ايه يا ترى؟ علشان تدور على ميه. يعني ايه search for water؟ يبقى لما يقول لنا انه الاكاجي تري عندها تاب روت وطويله جدا 35 متر، علشان يا عيني دي عايشه في منطقه دروت فيها جفاف وفي الدراي سيزون، فعلشان تلاقي ميه لازم الروت بتاعتها تنزل لتحت قوي. والترنك بتاعها بيكون ايه؟ بيكون a very long. علشان ايه؟ علشان الانيمالز لما تيجي تاكل البلانت تلاقي الايه، تلاقي الشجره طويله قوي، ما عدا طبعا الزرافه هتعرف تاكل براحتها خالص. طيب اوكي. اما بالنسبه للليفز بتاعت الايه، بتاعت الاكاجي تري، ودي بقى يا شباب بتيجي على طول. الليفز هنا بتاعت الاكاجي تري عندها سباينز. علشان ايه؟ علشان prevent animal to eat it. وده سؤال مهم وبيجي على طول. طيب حلو جدا. زين نتكلم بعد كده عن البيهيفيرال ادابتيشن. الاكاجي تري دي شجرة ذكية جدا. بتعمل ايه؟ اول حاجة خالص لما يجي اي انيمال عايز ياكل الورق بتاعها فبتطلع بويزن، فيجي الانيمال بيجان يبدأ ياكل فيها، فيلاقي الورق بتاعها طعمه bad very bad، وبالتالي هيعمل ايه؟ هيمشي ويسيبها. طيب وايه كمان؟ وهي بتحب تساعد اصحابها قوي، فبتروح مطلعه سميلي مسج منها، وتمشي السميلي مسج مع الوين علشان تعمل ايه؟ علشان تعمل ورن، علشان تحذر اصحابها وتقول لهم خدوا بالكوا اعملوا البويزن بتاعكوا، علشان في ايه؟ في هنا انيمالز جايه تاكلكم. طيب تمام. اما بالنسبه للكابوك تري، فالكابوك تري عايشه فين؟ في الامازون رين فورست في برازيل. خلاص. والروتس بتاعتها مختلفة جدا عن الاكاجي تري. هنا يا جماعة المطر عمال يمطر والدنيا ايه؟ والارض طينة خلاص، سوجي او مادي. يعني ايه؟ يعني ارض مطينة خالص، زي ما المطرة بتمطر عندنا كده وتبوظ لنا الارض خلاص، خصوصا لو هو ايه تراب مش اسفلت يعني. طيب حلو قوي. الدنيا عندها ايه اصلا؟ دي سوجي سويل. فيا ترى الروتس هتنزل تحت وتبقى تاب روت زي الاكاجيا؟ طبعا لا. امال ايه اللي بيحصل؟ ربنا خلى الروتس اللي عندها اسمها باتريس روت. الروت دي بدل ما تنزل الارض بتطلع لفوق. يعني ادي الشجره اهي خلاص، امبريلا شيب اهي خلاص اوكي. والروتس بدل ما تنزل لتحت كده تطلع لفوق، تطلع لفوق، تطلع لفوق، تطلع لفوق. فهي بتطلع لفوق تعمل ايه؟ هنعرف بتعمل ايه. وتخلي ترانك كبير جدا جدا. يبقى بيقول لنا انه انه الكابوك تري خلاص اللي هي عايشه في الامازون رين فورست، الروت بتاعها مش بينزل لتحت يا جماعه، لا، اسمه باتريس روت. ايه اللي بيحصل؟ بيقول لنا ان هي جرو اب، بتطلع لفوق على الترانك علشان تخلي الترانك ايه؟ وايد، كبير وعريض. فيعمل ايه؟ فهي دي بقى الحته المهمه، hold the tree firmly in soggy soil. هو ده المهم معانا. طيب تمام. بعد كده بيقول لنا بالنسبه للليفز، وايه المهم في الليفز؟ ان الورق بتاع الايه الكابوك تري هاند شيبد بالشكل ده. ليه بقى هو هاند شيب؟ علشان يا شباب لسه قايلين انه المطر بيمطر عندهم كتير، وعندهم ايه؟ وعندهم سترونج ويند، عندهم سترونج ويند. فالسترونج ويند ده بيعمل ايه؟ شجر الهواء الكتير قوي ده ممكن يقطع ورق الشجر، لكن ربنا خلى ورقه الشجر هاند شيب. علشان ايه؟ علشان يا جماعه تمنع الايه؟ تعمل allow اهي allow wind to move، تخلي الهواء يعدي منها
gently، مش لازم gently دي مش مهم، صعبة شوية. move without cutting them. تمام. طيب ايه كمان؟ وبعد كده عندها fluffy yellow seeds، والسيدز دي بتكون خفيفة تقدر تطير في الهواء علشان تعمل بعد كده plant جديد. تمام. يبقى ال behavioral adaptation بالنسبة للكابوك تري مختلفة جدا عن اي تري احنا عارفينها. ليه؟ لان عندها roots باتريس روت. خلاص الباتريس روت دي مهمتها ايه؟ hold the tree firmly in a soggy soil. الليفز بتاعتها hand like. ليه hand like؟ علشان allow wind to move more gently من الايه، من الليفز without cutting them. بعد كده السيدز بتاعتنا لونها fluffy yellow علشان easily carried by wind. اوكي. اما البيهيفيرال ادابتيشن يا شباب بتاعتهم، فهم بيعملوا حاجة جميلة قوي زيهم، لانهم عندهم ورد وعندهم حاجات جميلة، فبيطلعوا delicious smelling او مسج حلوة جدا. خلاص delicious smelling flowers. الفلاورز بتطلع ريحة جميلة. send message علشان خاطر الباتس تيجي عندهم وتبدأ تعمل dispersal للسيدز بتاعتهم. اما بالنسبه لباقي البلانتس واهمهم هو المانجروف تري، ودي التري اللي احنا بناخدها ان هي عايشه في السي سولت، اي ميه بحر بيبقى عندها ويفز، فربنا خلق لها لونج سترونج روتس علشان ريزيست ووتر ويفز. اما الووتر ليلي يا شباب فهي بتعمل دايما فلوتنج على الايه، على الميه، وموجوده في الفريش ووتر. فعلشان تقدر تعمل فلوتنج على الووتر لازم تكون وايد، لازم يكون الورقه بتاعتها عريضه كده. تمام. طيب هي ليه بقى بتعمل فلوتنج على الووتر؟ علشان تعمل absorb a large amount of light. to absorb large amount of light. حلو جدا. البوينت تري يا شباب مالها البوينت تري؟ البوينت تري دي شكلها triangular shape. طب تفتكروا سبحان الله ربنا خلقها triangular shape كده ليه؟ علشان ودي مهمة، وبتيجي to allow snow to slow easily over it، علشان يخلي الايه يتزحلق على طول، سنو يتزحلق على طول. يبقى دي لازم اكون عارفها يا شباب، اللي هي ايه؟ اللي هي السنو يعمل سلايد ايزلي. بس حلو جدا. طيب بعد كده البالم تري بتعيش دايما في الديزرت، عندها ايه؟ عندها لونج سترونج ايه؟ لونج سترونج روتس علشان تعمل ريزيست للويند. اما البيربري فيج اي سباينز يا شباب علشان تعمل ايه؟ prevent animals from eating its leaves. بالنسبة للدرس ده يا شباب هنبدأ نعرف يعني ايه system. هو group of organs كتير مع بعضها بتعملي system. تمام. مختصة بايه؟ بspecific job. طيب تمام. طيب اهم حاجة وانا بتكلم عن digestive system لازم اعرف هو بيبدأ بايه؟ بالماوث وبينتهي بايه؟ بالانس. began with the mouth and end with the anus. تمام. طيب ايه كمان؟ لازم اعرف الفانكشن بتاعت الماوث. الماوث بيعمل ايه؟ الماوث بيعمل crushing او grinding للايه؟ للفود. وايه كمان؟ وبيحصل جوه الماوث mixing للفود with saliva. السبب هو التونج، كل ده بيحصل جوه الماوث. يبقى انا محتاج اعرف انه الماوث الدايجيشن بروسيس بتبدأ فيه begin in mouth. التيس بتعمل crushing او tearing للايه؟ للفود. السلايفا دي مهمة جدا عشان تعمل moisten للفود. اما التونج بيعمل mixing للاتنين مع بعض. السؤال بيجي الماوث بيعمل ايه؟ بيعمل mixing للسلايفا مع الفود بتحصل في الماوث، نقول له اوكي. طيب بيجي السؤال بعد كده عن الاسوفيجس، بيقول لنا الاسوفيجس ده هو اللي بيعمل allow للفود move from throat to stomach، وده مهم جدا وبيجي دايما. اما الاستامك يا شباب هي اللي بتعمل ايه؟ هي اللي بتعمل digest للفود. خلاص with ايه؟ with digestive juices. بعد كده لازم احفظهم بالترتيب، لان ممكن يجي يقول لي مثلا الاستامك وبعديها لارج انتستين، اقول له لا، بعد الاستامك على طول السمول انتستين، وبيحصل فيها دايما ابزورب للنيوترين انتو ايه؟ انتو بلاد على طول. اما اللارج انتستين فهي فايدتها عندنا ان هي بتعمل ابزورب للووتر الموجود في الايه؟ في الاندايجستد فود، وبعد كده تفضل عامله لها ايه؟ تفضل ستورد معاها في اللارج انتستين لحد ما تخرج من جسمنا عن طريق الايه؟ عن طريق الانس. طيب تمام.
هندخل بعد كده على respiratory system. المهم فيه هو انه بيبدأ بحاجة انه اسمها النوز، والفاينل اند بتاعته هو الايه، هو الدايفرام. فيجي يسألنا هو الدايفرام ده جزء من الريسبيراتوري سيستم، هقول له خلاص لازم اعرف اللي هو النوز، بعد كده الفارينكس، تراكيا، تو برونكاي، بعد كده اللونج. اوكي طيب يا ترى النوز يا شباب هيسألنا عنها، يقول لنا ايه هي الفيرست اورجن اوف ريسبيراتوري سيستم؟ هي النوز. ايوه تمام. بعد كده بيقول لنا مين اللي بيعمل ايه، مين اللي الهواء بيعدي منه، الاير pass through it to enter two lungs. مين؟ التراكية. التراكية هي المكان، هي اللي بالظبط اللي قبل الايه، يعني احنا لو بصينا على الصورة دي، اول حاجة هنا النوز، بعد كده الايه الفارينكس اللي هو ده، وبعد كده دي الايه دي التراكية. بعد كده التراكية بتدخل على الاتنين لانج، بتنقسم لحاجتين صغننين اسمهم تو برونكاي، وبعد كده جوه بيبقى فيه برونكيولز، بس الحتة دي بتيجي ايه، بيجوا يسألونا فيها. طيب حلو جدا. المهم عندي هنا في الحتة دي في التو لانجز هما اللي بيحصل فيهم الجاز اكستشينج. يعني ايه جاز اكستشينج؟ يعني الاكسجين بيدخل جسمنا والكربون ايه، والكربون دايوكسيد ايه بيخرج من جسمنا. تمام. طيب الكلام ده بيحصل عند ايه؟ عند الالفيولاي. طب ليه بيحصل عند الالفيولاي؟ لان عندها بلاد فيزلز كتير بيحصل فيها الجاز اكستشينج اللي احنا قلنا عليه. الدايفرام ده ماله؟ الدايفرام ده مهم جدا 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 في عمليه الريسبيريشن، وده اللي احنا هنعرفه هنا. هيجي يسالني عن الدايفرام بالذات ويقول لي بيعمل كونتراكت امتى وبيعمل ريلاكس امتى. فانا مع بعض كده بالراحه. اول حاجه الريسبيريشن عباره عن تو بروسيس، واحده اسمها inhalation ان يعني بندخل الهواء وبالذات الايه اللي فيه اكسجين كتير، واكس يعني اوت بنخرج الهواء اللي فيه كربون دايوكسيد كتير وويست برودكتس. طيب وانا بدخل الهواء جوه جسمي، طب بيدخل ازاي؟ بيدخل انا لما باخد نفس خلاص الدايفرام ده بيعمل كونتراكت داونورد، بينزل لتحت يا جماعه. اول ما ينزل لتحت يكبر الشيست سايز ويخلي الاكسجين يدخل. بيحصل العكس على طول، وانا بعمل الزفير خلاص لازم الدايفرام يعمل ريلاكس ويطلع لفوق تاني فيقلل الشيست سايز. تمام. وبعد كده الايه فيخرج الايه الاير اللي مليان بالكربون دايوكسيد. الحتتين دول مهمين جدا، ودي الفانكشن بتاعت الدايفرام ومهمه جدا معانا. طيب يا شباب الانسان بيتنفس بالايه؟ باللانج، لسه متكلمين عنها. انما الفش بتتنفس بالايه؟ بالجلز. الفش عندها تو جلز وموجودين فين؟ في البوث سايد اوف هيد، وبوث سايد اوف هيد دي بالذات فيها اسئله كتير جدا جدا. يبقى مين بيتنفس بالجلز؟ هي الايه؟ هي الفش. الجلز موجوده فين؟ في البوث سايد اوف ايه؟ اوف هيد. تمام. طيب لو جه وقال لنا الهيومن والجل يعني الهيومن والفش مشتركين مع بعض في ايه او سيميلر لبعض ازاي؟ ان هما الاثنين بياخدوا بريزن ان للايه؟ للاكسجين. طيب هي ايه فايده الجل؟ الجل دي يا شباب بتعمل اكستراكت للاكسجين جاز اللي هو ديزولفد ان ووتر، وبعدين تيجي البلود فيزلز اللي جوه الجلز تشيل الاكسجين وتوديه لكل الايه البودي بتاع الايه بتاع الفش. اوكي. طيب الدرس ده مش بيجي منه غير بعض الحاجات البسيطه اللي هنتكلم عنها هنا. دي اسمها الايه الباد هابيتات اللي الانسان بيعملها، الاكتيفيتيز الغلط اللي الانسان بيعملها بتاثر على الانفايرمنت. فبيقول لنا ايه؟ فبيقول لنا الانسان لما بيعمل كاتنج للفورست دي ليها نيجاتيف ولا باد افكت؟ طبعا ليها باد افكت، لان لما يقطع الشجر بيقل الاكسجين وبيزيد الكربون دايوكسيد. لما الانسان يعمل اير بولوشن عن طريق الايه المصانع دي فدي حاجه باد برضو. لما يعمل ووتر بولوشن دي حاجه باد. طيب ايه بقى هو الافكت؟ تاثير الموضوع ده. تاثير الموضوع ده بيحصل ايه؟ 3 حاجات. مين هما؟ يا اما يحصل دامج لللونج، يا اما يحصل حاجه اسمها ازمه، يا اما هارت هارت ديزيز. ودول ال3 افكت اللي بيجي بسبب الايه؟ بسبب الباد هابيتات للايه؟ للانسان. اوكي. طيب لو انا عايز اعمل ريستور للايكو سيستم اهي، ازاي اعمل ريستور للايكو سيستم؟ ارجع الايكو سيستم كويس تاني ازاي؟ يا سيدي الشجر اللي انت قطعته لو سمحت اعمل له ري بلانتنج، ابنيه تاني. ري يعني اعاده، بلانتنج يعني زرع، يبقى هنعيد زراعه الايه؟ الفورست تاني. ريموف بلوتنت،
اي pollutant سواء water او air لازم ننضفها تاني and preserve plant and animal ونحافظ على البلانت والانيمال، ما نقطعش البلانتس وما نقتلش الانيمالز ونصطادها. طيب يا شباب هنبص بعد كده في الدرس ده هيقول لنا الامفيبينز. هي مين الامفيبينز دي؟ اللي هي البرمائيات. يعني ايه يا ميس؟ يعني الانيمال اللي بتعيش في both on earth and water، بيعيشوا في الحتتين. تمام. طيب حلو قوي. هم مين الامفيبينز بقى؟ اول حاجه هم بيعيشوا على الارض وبيعيشوا في الووتر. هم 3 انواع: فراجز، تود اند سلمندر. اوكي. طيب حلو جدا. بيقول لنا الجماعة دول سبحان الله يقدروا يتنفسوا في المية ويقدروا يتنفسوا على الأرض. طب بيتنفسوا ازاي؟ بيتنفسوا وهم على الأرض بالايه؟ بالسكان بتاعهم. طب وهم في المية سوري وهم تمام. اوكي. يبقى الامفيبينز يا حبايبي، سوري على اللخبطه دي، الامفيبينز بتعيش على اللاند والووتر، هي frogs and toads and salamander. وبيقول لنا ان هي تقدر تتنفس بالايه؟ باللونج، وهي على الارض وهي تحت في الميه بتتنفس عن طريق السكان. ازاي السكان يا مس؟ السكان بيعمل ايه؟ skin allow water and gases to pass through. يعني ايه؟ يعني بيخلي الجازز والووتر يعدوا من خلالها. طيب هي الووتر بولوشن بتأثر عليهم؟ طبعا أي حاجة عايشة في الأرض أو عايشة فوق، أي بولوشن ليها فوق على الأرض، يعني أي بولوشن بتعمل إيه؟ بتأثر عليهم تأثير harmful bad